موظفة وراتبها قوي، والرواح من مستواها. لا لا لا، بنتي أنا ما بسكنها إلا بفيلا وبروحها بعد. صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث: أقلهن مهرا أكثرهن بركة. يعني أنت المرأة إذا أردت أن تكوني مباركة يجب أن تعين الزوج الذي يتقدم لك أن يكون المهر قليلة، بمعنى لا تكلفيه ما لا يطيق، وخصوصا أن أحيانا للأسف النسيج المجتمعي يعين على هذا السوء. نعم افرح لكن بحدود المنطق، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. بالله العظيم لما رجل شاب أنا أعمل 30 سنة حتى أوفر $500,000 أضعها في ساعتين، أسألك بالله حلال ولا حرام هذا؟ أنا تعب 30 سنة، لو أني جمعت عرقي في 30 سنة لجرى النهر، ثم أضعها من أجل الساعتين. إذا يجب أنا وأنت أن نعين على نزع هذه الأفكار الخاطئة من المجتمع. آخر فيديو وصل لي أناس يغسلون أيديهم بالعود، أناس يغسلون أيديهم بالعود. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بمنه وكرمه أن لا يسلب منا النعمة بسبب هؤلاء. فهذه النعمة تسلب متى؟ إذا نحن أصبحنا نحيا ببطر. أن لما يأتي رجل شاب يريد أن يبني حياة أسرية، الأصل أن أعين هذه الحياة الأسرية على السكينة والرحمة والمودة. لما يأتيني شاب يريد الزواج ما أكلفه أشياء فوق طاقته. لماذا؟ أنا أدمر ابنتي، لأن هذا الرجل سيبقى يعني في يعني إن صلح التعبير في معمعة فكرية، ديون. ثم نسأل لماذا يعزف الشاب عن الحلال؟ سابقا كانت تكاليف العيش سهلة، يعني الرجل لما يأتي ماذا تطلب المرأة السابقة؟ لا تطلب شيء، والبيت كان طين يعينه أبناء المجتمع على بناء بيت. الآن البيت يكلف ملايين، الزفاف لوحده يكلف مليون. لماذا نحن ننظر نظرة أن المجتمع لن يرحم؟ يعني تستحي المرأة حينما يتقدم لها رجل أن تحاول أن تتنازل قليلا. لا صديقاتي وما صديقاتي، ألم تفكري في زوجك الذي سيحيا معك طيلة العمر؟ ترى الصديقات حتى ينظروا لك بيوم الزفاف على الكمال سيحيون معك ساعتين فقط، لكن الزوج سيحيا معك طيلة العمر. فأيهم أولى أن تفكري به؟ الصديقات صويحبات أم الزوج؟ نحن للأسف نريد أن نراعي المجتمع. ماذا يقول عن المجتمع؟ ليقول المجتمع ما يقول طالما ابنتي سعيدة، ليقول المجتمع ما يقول طالما زوج ابنتي سعيد. الناس ستأتي تسعد معك ساعتين وأنت تحمل التبعات المادية والتبعات الديون وإلى النهاية مدى الحياة. لهذا حري بنا نحن كمجتمع أن نرحم. لا، لهذا تجد أغلب من يحتمل هذه التكاليف ثم يتزوج لا يستمر الزواج، لأنه يرى أن هذه الزوجة سبب شؤم لي، هذه الزوجة هي التي حملتني الديون والتبعات، هذه الزوجة هي أرهقتني. وفي المقابل حتى الرجال نقول لهم: يا أيها الرجال الأفاضل، اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه وضع اختيار للرجل من ترضون دينه وخلقه، أعطاك أنت اختيار. تنكح المرأة لأربع: لدينها، لجمالها، ولحسبها، ولنسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يجب أن يكون الاختيار مبدأ على أسس أن هذه ستكون أما. الجمال يتفاوت، المرأة جمالها يذوب مع السنين، والرجل جماله يذوب مع السنوات. لكن مسألة أن تكون هذه لما أنا أتزوج أنظر على أن هذه هذا الذي لا يذوب، وهذا الذي لا يستمر، وهذا الذي يبني الأبناء بنية صحيحة سواء فكرية وعقلية وجسدية. الله يسامحك يا أبوي، كل هذا عشان البيزات؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.